السلام عليكم متابعينا الكرام، نرحب بكم وندعوكم للانضمام بالقناة والضغط على إشارة الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نقدم لكم عبر موقع الحقيقة سبور خدمة النقل المباشر للمباريات، حيث يسعى فريق النصر السعودي لتحقيق انتصاره الأول في بطولة كأس الملك سلمان لأندية كرة القدم العربية، حينما يلتقي مع فريق الاتحاد المنستيري التونسي. وتقام اليوم المباراة ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في البطولة العربية، حيث يستضيف ملعب مدينة الملك فهد في الطائف مباراة النصر والاتحاد المنستيري. وتعادل النصر في الجولة الأولى سلبيا مع فريق الشباب السعودي، بينما تعرض الاتحاد المنستيري لهزيمة كبيرة أمام الزمالك المصري ب4 أهداف نظيفة. كذلك أكد مدرب النصر السعودي لويس كاسترو أن البطولة لها قيمة كبيرة بالنسبة لفريقه، وأن كل مباراة تحمل أهمية كبيرة وهم يسعون لتحقيق الانتصار في كل مباراة. تأتي مباراة الاتحاد المنستيري بعد جولة استعداد قوية للفريق، ومن المتوقع أن يقدموا أداء مميزا ويسعون للفوز. على الجانب الآخر يتحدث مدرب الاتحاد المنستيري التونسي طارق الجاني عن التحضيرات الشاقة التي قام بها الفريق قبل مواجهة النصر، والتي شملت تدريبات على المستوى الذهني للتحضير الجيد للمباراة، ويعتبرون مواجهة النصر فرصة مميزة للتأهل والتغلب على التحديات الصعبة. وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة 22 بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة السعودية الرياضية ببث المباراة، وسيتولى التعليق فهد العتيبي وسليمان الشريف. وتعد هذه المواجهة من أهم المباريات في البطولة العربية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في هذه المجموعة. كذلك نتطلع متابعينا الكرام إلى مشاهدة مباراة ممتعة ومثيرة بين الفريقين، ونتمنى أن يقدموا عروضا قوية وجذابة لجماهيرهم ومحبي كرة القدم. تحياتي لكم.